المبنى اللي انتوا شايفينه ده وده كنيسة سانتامبروجو أو كنيسة القديس أمبروسيوس. القديس أمبروسيوس هو القديس اللي علم سانت أغسطينو أو القديس أغسطينوس. القديس أغسطينوس طبعا ده علامة ومفسر وفيلسوف يعني مشهور جدا، ليه كتب فلسفية كبيرة وكتيرة. القديس أغسطينوس هو فيلسوف اتولد في الجزائر وتعلم تحت ايد القديس أمبروسيوس او بالايطالي سانتامبروجو. فالكنيسة دي هي كنيسة القديس سانتامبروجو او القديس أمبروسيوس، هو معلم القديس أغسطينوس الفيلسوف الكبير. وطبعا اللي سموه ابن الدموع لان امه قعدت تبكي عليه، القديسة مونيكا قعدت تبكي عليه كتير جدا. فالقديس أمبروسيوس أو سانت أمبروجو قال لها يعني أبدا لا يهلك ابن الدموع. ولأن القديس أغسطينوس كان في شبابه يعني غير مؤمن، وكان يعني بيعمل حاجات كتير يعني غلط، فمامته القديسة مونيكا كانت بتبكي دايما عليه، فاتسمى ابن الدموع. والقديس أمبروسيوس قال لها ما تخافيش أبدا لا يهلك ابن الدموع. وفعلا النبوة اتحققت، والقديس أو أغسطينوس بقى قديس عظيم، واترسم كمان أسقف درجة كهنوتية كبيرة. فدي كنيسة القديس أمبروسيوس معلم القديس أغسطينوس، هي بياتسا سانتامبروجو أو ميدان القديس أمبروسيوس. يلا بينا ندخل ونشوف كنيسة القديس أمبروسيوس معلم القديس أغسطينوس. واو، دي كده شكل الكنيسة من جوه، أو يعني شكل الساحة اللي بره قبل ما ندخل الكنيسة. طبعا الكنيسة هنا كنيسة قديمة جدا زي ما انتم شايفين، واضح من الرسومات ان هي قديمة جدا. طبعا يعني أعمدة أو تيجان أعمدة مختلفة من كل العصور، يعني هنا أشكال مختلفة لكل عمود زي ما انتم شايفين. طبعا الصور مش واضحة قوي بسبب ان هي قديمة جدا، لكن باين يعني الالوان قد ايه بقى زمان كانت واضحة قوي لغاية دلوقتي، يعني عدى عليها قرون وهي يعني الى حد ما باين منها بعض الالوان. ودي طبعا صورة السيد المسيح وهو مصلوب على الصليب واضحة، وجنبيه السيدة العذراء ويوحنا الحبيب. ميلانو أنتيكا يعني ميلانو القديمة، بازيليكا دي سانتامبروجو أو كنيسة سانتامبروجو قديس أمبروسيوس.
يعني ده القديس أمبروسيوس اللي هو موجود في النص ده. دي لوحة القديس أمبروسيوس. يلا بينا ندخل نشوف الكنيسة من جوه شكلها ايه. ده مكان الاعتراف. هنا الكونفسوري بيقعد المعترف، وهنا الكاهن وبيعترف. دي كنيسة القديس أمبروسيوس أو سانت أمبروجو. هنا ده مكتوب اوفرت، يعني العطايا. اوفرت per le persone e le famiglie in difficoltà، يعني عطايا للأشخاص والعائلات اللي في ضيقة، يعني اللي محتاجين. الصندوق ده معمول أو مخصص للناس أو العائلات الفقيرة. طبعا اللوحات هنا رائعة. قد ايه طبعا ايطاليا مشهورة بالفن والفنانين زي ليوناردو دافنشي وميكل أنجلو وغيرهم الكتير قوي. يعني عندهم الفن بيقدروا يوصلوا رسالة عن طريق الفن. هنا صورة للسيد المسيح وهو بينزل من على الصليب، واللي شايله طبعا يوسف الرامي والتلاميذ ويوحنا ومامته السيدة العذراء. شايفين الألوان قد إيه جميلة. هنا من الناحية التانية الملايكة يعني واقفين بيشوفوا منظر السيد المسيح وهو بينزل من على الصليب. دي كنيسة كمان صغيرة
مخصصة للقديس بارثولوماو. هنا لو حابب تولع شمعة. كنيسة مخصصة للقديسة مارتشيلينا، كابيلا دي سانتا مارتشيلينا. دي كنيسة القديسة صامينا. يعني جوه الكنيسة الكبيرة بيبقى فيه كذا كنيسة صغيرة كده، يعني معمولة مخصصة لقديسين تانيين. طبعا دي كنيسة القلب المقدس زي ما انتوا شايفين كده، هي فاتحينها. ممكن ندخل كده نصور من قريب. كنيسة قلب يسوع. دي كمان كنيسة مخصصة للقديس جرجس أو ماري جرجس، كابيلا دي سان جورجو. كنيسة كمان مش كاتبين دي كنيسة مين. هنا كاتبين اهو بره دي سان فيتوري ان تشيل دورو، قديس فيكتور سان فيكتور. صورة للسيد المسيح أو تمثال للسيد المسيح وهو مصلوب. شايفين قد ايه الهدوء اللي موجود في الكنيسة؟ يعني أنا مش قادر أتكلم بصوت عالي عشان يعني صوتي هيتسمع. الناس بتصلي في هدوء جدا.
زي ما انتم شايفين آثار الصور القديمة. هم حاولوا يعملوا بعض الترميمات ويسيبوا طبعا الجزء اللي هم لقوه ده. بس قد ايه جميل وقد ايه الألوان يعني متناسقة. ويعني تخيلوا كده قبل يعني كام 100 سنة كان شكل الأيقونات دي عامل ازاي والألوان شكلها عامل ازاي. ده طبعا المسبح الأساسي. ممكن نشوفه من قدام شوية يبقى أوضح. ده كده المسبح الأساسي. شايفين قد إيه جميل. صورة السيد المسيح. طبعا في صورة السيد المسيح اللي بيسموها الباندوكراتور أو ضابط الكل، اللي هي مرسومة جوه فوق يعني في السقف ديت. ألوان جميلة. هنا الألتار أو المسبح. طبعا ما ينفعش ندخل جوه، حاطين الحديد دوت عشان محدش يقدر يدخل بالشوز جوه يعني.